فكم المدة التي إذا قامها المسافر يترخص فيها برخص السفر، وإذا زاد عليها لم يترخص؟ هذه المسألة عندي أنها أشكل مسألة فقهية مرت علي، لأنها يعني في نظري النصوص فيها ليست واضحة، والآثار فيها مختلفة، والأقوال كثيرة ومتشعبة، وبقيت فيها مدة طويلة وأنا أبحث فيها وتباحثت مع بعض طلبة العلم، والذي استقر عليه الرأي أن الأقرب هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو التحديد ب19 يوما. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوم يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا في صحيح البخاري. فهذا هو الأقرب، هو التحديد 19 يوما، لقول ابن عباس فنحن، ظاهر أنه يقصدون نفسه ومن معه من الصحابة، إذا قمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هذا هو الأقرب. أما القول بأنها 4 أيام هو قول جمهور، لكن اعتمدوا في ذلك على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. طيب هل أقام النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع 4 أيام؟ ننظر. هو وصل إلى مكة صبيحة 4 ذي الحجة، وأقام في الأبطح 4 أيام، ثم ذهب إلى منى، وأقام بها إلى اليوم 14، إلى اليوم 13 من شهر ذي الحجة، ثم عاد إلى الأبطح وغادر إلى المدينة في اليوم 14، أي أنه أقام بمكة 10 أيام وليس 4 أيام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 أيام يقصر الصلاة. فالقول بأنها 4 أيام ليس بظاهر، ولو افترضنا أنه أقام 4 أيام فهذا حصل اتفاقا. ثم إن القول بأن من أقام 4 أيام أقل من 4 أيام يقصر، وإذا قام 4 أيام فأكثر يتم، لم يرد عن صحابي واحد، لم يؤثر عن الصحابة. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو ما ذكرت من تحديد ب19 يوما. هذا هو الذي ظهر لي، ومن أراد مزيدا من التوسع في المسألة فليرجع إلى السلسبيل. طيب.